علاقة جيدة مع مالي، وهذه العلاقة ليست حاليا على أحسن ما يرام. لأن مالي كانت تعترف بالبوليزاريو إرضاء للجزائر للانقلاب العسكري في 2020. والآن حسب تصريح أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الموريتانية أنه من المنتظر مع هذه الأزمة الجزائرية المالية أن تراجع علاقتها مع المغرب وتعترف بالصحراء المغربية، لأن الجزائر عندما استقبلت الفقيه ذلك الإمام ديكو من شمال مالي استقبله طبون في الجزائر. يعني الحكومة المالية تبون لم تقبل منه هذا الاستقبال، خاصة وأن الإمام ديكو كان له ثقل سياسي وديني في شمال مالي، وكان دائما يوجه انتقادات صارمة وحادة للقيادة العسكرية الحاكمة في موريتانيا. ثم إن في مالي ماشي موريتانيا. ثم إن علاقة الجزائر مع موريتانيا علاقة المد والجزر. موريتانيا تريد أن تبقى مع الحياد في مشكل الصحراء. ما شاء الله عليك أخي مولود، محلل سياسي بالإضافة إلى العلم الشرعي، ما شاء الله عليك حقيقة. ثم تونس تريد أن تبقى حتى هي، يعني تريد أن تبقى على الحياد، لا تريد أن تلقي بكل بيضها في يد الجزائر. كما أن المغرب يا أخي أسعد في سياسته الخارجية لا يلقي بكل بيضه في سلة واحدة. له علاقات جيدة مع أمريكا، علاقات جيدة مع روسيا، وقد حضر وزير الخارجية إلى مراكش. له علاقات جيدة مع الصين، له علاقات جيدة مع معظم الدول الإفريقية، وتجارة المغرب تتمدد في إفريقيا. يعني المستقبل كله لصالح المغرب، والوضع الإقليمي لصالح المغرب. بتبقى الجزائر محاصرة وأرادت أن تتقرب إلى شعبها إن كان لها شعب، فتقول ها نحن نريد أن نتصالح مع المغرب، وفعلا نريد أن نؤسس وحدة المغرب العربي. نعم، هم المسؤولون عن تدمير وتخريب المغرب العربي. هذا عار. أشكرك، شكرا أخي مولود، شكرا لك، والله تحليل عميق جدا. قبل أن أعطي ماركو، هو ذكر أيضا معلومة خطيرة جدا، يعني في ظل أعتقد أنه سواء خطاب تبون أو خطاب كل المسؤولين المغاربة، المهم أن يظهروا أنهم فوق المغرب. أنا حاسس بهذا النوع العقدة. تلك الأرقام الفلكية، نحن الأولى يعني قبل المغرب، نحن متصدرين يعني قبل المغرب، وعندهم هاجس المغرب. فبعد أن وقع الملك محمد السادس اتفاقيات قيل أنها ضخمة جدا هائلة لإنشاء موانئ استراتيجية في الداخل في أماكن. قفل يا أخي مولود الميكروفون لو سمحت. الميكروفون أخي مولود. بعد اتفاقيات اقتصادية ضخمة وصفت بالهائلة بالضخمة جدا بين المغرب والإمارات، هو ذكر قطر. يعني شوفوا المجاكرة يعني كأنه يقول للمغاربة إذا عندكم الإمارات نحن عندنا قطر، ووصف الاستثمارات في قطر وصف خطير، لدرجة أنه أيضا والله العظيم أنها صدمت خديجة بن قنة، صدمت صدمة لدرجة أن قالت هذه معلومة خطيرة. قال أن استثمارات قطر في الجزائر تساوي استثمارات كل الدول الأوروبية مجتمعة. يعني تخيل كل الدول الأوروبية استثماراتها كلها في كفة، وقطر تفوق كل هؤلاء الدول الأوروبية. وهذا الكلام ربما مبالغ فيه، الغرض أنه يا مغاربة إذا عندكم الإمارات نحن عندنا قطر. لأنه أنا والله العظيم هذه لا تنفك عن الإخوة، من عند الرئيس إلى عند وزير الخارجية إلى عند ماركو إلى عند إلى عند أي جزائري، المهم عندهم أنهم أكثر من المغرب وأقوى من المغرب وقبل المغرب وأحسن من المغرب. هذا الهاجس المغرب هو الذي مسيطر على رؤوسهم، وكان مدحه لقطر هو نكاية في الإمارات، والله العظيم نكاية في الإمارات وفي المغاربة، وهذا شيء يدركه حتى أبسط محلل سياسي. ماركو تفضل. السلام عليكم مسعد، كيف حالك؟ مرحبا حبيب.
تمام. بخير الله يسلمك. والله يا اخي هذا الاخ مولود من المفروض يشتغل في اذاعه صوت العرب يا اخي، يذكرني بهذوك تاع زمان تاع. لا الله يبارك، يعني عنده اللغه تاعو ما شاء الله. ايه راك فهمني كيفاش؟ ايه. وانت يا اخي اليوم فتحت لنا لايف على سي عطاف، يا اخي عطاف سياسي محنك قديم يعني، راك فاهمني كيفاش؟ وهذه هي لغه الخشب ضباب، راك فاهم كيفاش؟ والسياسه الماليها كيما يقولوا، راك فاهمني كيفاش؟ دوك حنا عوام انا نتكلموا، ماكش عارف انت واش موجود ما بين المغرب والجزائر. مثلا قضيه الصحراء، راك معايا؟ قضيه الصحراء انا نحير المغاربه كي يطرحوها. انت رحت للصحراء ولا لا رحت؟ وجدت السلطه المغربيه تحكم هناك. نعم. الشعب المغربي، النفوذ المغربي، ليش يطرحوها للنقاش؟ ما اذا طرحوها للنقاش حاب يقول فيها شيء ما، صح ولا لا؟ اذا انت تحكم فيها لماذا راك قابل تطرح حال النقاش والامم المتحده وكذا ومنا يا اخي شيء قطعت ارضك تقول تاعي، لماذا تطرحها للنقاش مع الناس؟ اذا هي مش تاعك اذا طرحها للنقاش، انا هكذا نفهم، صح ولا لا؟ صح. اذا هي ارضك قول هذه ارضي وغير قابله للنقاش، خلاص انا خديتها وهذه ارضي والبحر مقابلني واني داير اتفاقيات والغاز راح يمر علينا، راك فاهم كيفاش؟ والدنيا ماشيه وما شاء الله. لكن كي تطرح للنقاش كل اللايفات والسياسيين والامم المتحده وكذا، انا نشك في الامر فيها ان يا اخي. ثانيا واش قلت السؤال ثاني؟ واش تكلمت على من؟ ولا شيء. كمل ازرع. راك فاهمني كيفاش؟ شوف انا ما احنا انت شفت اللقاء، شفت لقاء بين قلنا بعض، شفت بعض المقتطفات من اللقاء. شفت حكايه السيف والبرنوس. السيف والبرنوس رمز من رموز هما راهم يتهموا فينا، قال لك احنا ما عندناش تاريخ. يا اخي انا ساعدونا رانا بدينا نبحثوا على التاريخ، فهمني كيفاش؟ لا قال لك حتى السيف هم الفرنسيين اهدوه لعبد القادر. دوك حنا وقعنا في حرج لان راهي الدوله تاع 13 قرن امامنا، لازم الان نبدا نبحث على التاريخ، نسيو نوقف نقارنوهم، يعني عيب نقعدوا بلا تاريخ، فهمني كيفاش؟ صح ولا لا؟ صح. بس لانه الدوله امه. وسمعت انا خبر قال لك المغرب راهي تتغرب. انا استغربت انه وزير الخارجيه كما قلت انت محنك وعميد الدبلوماسيه الجزائريه. نعم هو قديم، هو جبدوه يعني من هو المحنك. ربما اصبح كبيرا العمر خلاص يا اخي، سبحان الله. إيه احيانا تحتاج للخبره اسعد. ايوه بس على فكره حتى في بريطانيا في اي مكان بداوا يدفعوا بالشباب الان، لانه هذا العمر الافتراضي انتهى، ما عاد يجمعش، خلايا الدماغ تبدا تموت. شوف قال انه ذهب الى القصر وفيه عائله عبد القادر الجزائري مدفونه. نعم لانه كان مسجون هناك. ايوه لم يطالب برفات عائله عبد القادر الجزائري عشان يرجعهم، طالب بالسيف والبرنوس. الا تعتبر هذا النوع يعني مو منطقي؟ يا اخي اسمع، دوك نتايا انسان توفى والشهيد توفى، شو تعمل انت بالجمجمه تاعو؟ هو راح كتب التاريخ وراح، كرامته هو كتب التاريخ وذهب. مثلا نعطيك مثل فيه في تركيا مش يقولوا فيه شو اسمه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هو مش عارف وين فص سيف سيف او شعر والله ماني عارف. المهم في تركيا سمعنا هيك يقول لك الناس ليش رحت تشوف الرموز يعني تاع الاخر تاعها. فاحنا يا جزائريين لو يعطونا البرنوس تاعو والسيف تبعو حاجه مليحه ما شاء الله، نحطوها في المتحف ولما نروحوا الجزائر نزوروها ونقروا اولادنا على الامير عبد القادر. وين المشكل يعني؟ انتوا تقدروا اهميه الانسان وكرامه الانسان. انت الان يا ماركو تقول لي بدم بارد جمجمه، ايش نصلح في الجمجمه؟ هو انسان له كيان. الانسان راح يا اخي، شو بدك تعمل انت بالعظام؟ الانسان راح. لا يا اخي التاريخ وراح. يعني كيف حط لك العظام؟ تشوف العظام انه انت بعد ما تموت نرميك للكلاب مثلا؟ لا يا اخي هذاك زمن وهذا زمن. كيف زمن وزمن؟ هي نفس كرامة الإنسان هي واش من كرامة الإنسان يا أخي؟ الله يدفن في أرضه. يدفن لكن كنا تحت استعمار أخي.
أنت الآن مو مستعمر، وتبون كان سيزور وما ذكر لو إنه ذكر. اسمعني الأمير عبد القادر. ماركو لحظة، الله يرحم لك الوالدين، اسمع. آمين إن شاء الله. لو إنه تبون كان ضمن مطالبه مثلا إنه لو سمحتوا عائلة عبد القادر الجزائري الذي هو رمز ونعزه ونقدره ونعز عائلته، سلمونا رفاتهم عشان نرجع نعمل لهم جنازة مهيبة محترمة في الجزائر. ما طلب، تبون ما طلب السيف والبرنوس. أنا أعطيكم سيف يا أخي، أنا أعطيكم سيف وبرنوس، عندي برانيس كثير. اسمعني أنا اللي نعرفه الأمير عبد القادر كان مدفون في سوريا، واسترجعوا الرفات تاعو راهو مدفون الآن في الجزائر وعائلته وعائلته الآن تقيم بسوريا وفي أمريكا. هاك معايا؟ طيب يا ماركو خليني قبل أن يسقطوا الأخ الجيريا 3 مرات هو يسقط مسكين عندما يبدأ الحديث، إذا سمحت لي. أنا آسف جدا لأنه هو والله قد أصيب بإحباط شديد اليوم. تفضل يا الجيريا، سير. السلام عليكم، بارك الله. السلام ورحمة الله. صراحة أنا والله انصدمت، يعني كيف يعني اليوم بعد يعني شوف من يخترق لايفاتهم، وانتم الجزائريين المغاربة. أيوة حلو، لأنه هذه تربية أخلاق الملوك، تربية الملوك. والغريب والصدفة لما كان ممكن خلينا نقولوا أنه كان جزائري. هؤلاء الذين معك، هؤلاء أخلاق الملوك. أيوة حلو. مولود الباز ولد العاصمة، هؤلاء أخلاق الملوك ما شاء الله. لأنه لما طلع مثلا 1 2 خلينا نقولوا 30 40 جزائري، وممكن نسبك زي ما يطلعوا هذا في السقوف، ولكن أنت النظرية عممتها الجزائريين كلهم، وهذا للأسف. ولكن لا تتجرأ أن تقول هذا تربية الملوك وأخلاق الملوك. عممت عليكم. لا عممتها، وكيف دخلت في الجزائر طول وعرض؟ لا عممتها، ولا تتهمني ولا تكذب علي، لا تكذب علي وأنا حي. لايفاتك مسجلة يا سيدي. لا تحدث تثبت لي أنني عممت. والله كنت أتعمم أنا ذاك، وأنا كنت أقول سفهاء الجزائر التبونيون فقط. هل تقول هذا على سفهاء المغرب؟ سفهاء المغرب، زبالة المغرب. نعم، في زبالة سفهاء وعياشة المغرب. تقدر تقول قضية عياشة، قضية ناس ما تربوا في بيوتهم، ما دخل الملك في الموضوع، هذا تربية أبوه وأمه. أيوة لأنه أنت قلت تقول تبونيين وما تستطيع تقول هذو عياشيين. هذو يا أخي مرة ثانية لما يطلع واحد من تربية أخلاق الملوك سميهم كلهم هذو عياشيون. هم سموا أنفسهم إخانيون. ماذا تريد بعد هذا؟ لا كذلك عياشيون فيها واحد النغمة كويسة، عياشيون لأنهم يعيشون صباح مساء. تكلم صاحب ادخل في عطاف قبل ما ينزلوا. لا لابد عليه الرد يا سعد قبل ما ندخل في الرد على ماذا؟ ايش دخلك؟ سبوني أنا، ايش دخلك؟ لا الرد على واحد لا تنفعل يا ولد بلادي، لا تنفعل. نعم يا ولد بلادة. لا ما والله ماني منفعل، انا عادي انا رد. سجلت بعض النقاط الاساسيه اللي تكلم عليها ادخل. واحد فينا تكلم وقال انه الجزائريين يعني ما زالوا تحت الفرنسيين وغيرها. انا اريدك ان تلاحظ شيئا. نعم. شوف كيف ولد العاصمه ومولود ساكتين ولا يقاطعوك. نتمنى شوف لاحظ، نتمنى. وانا عارف انت ما تحبني اقاطعك، وانا ساسكت. كم تريد دقائق؟ والله انا مش من هذوك الناس اللي يعملوا الافراط والتفريط. انا كلمه مختصره وتكون في خمس دقائق. 5. حلو. يتكلم واحد من بين الناس هون يقول انه بوتفليقة لديه منزل في سويسرا، وهذا خطأ لانه هذا مسجل تحت الحكومة الجزائرية، والحكومة الجزائرية مسؤولة على ذلك المنزل. اما المشكلة اذا اعتبرنا انه بوتفليقة لديه منزل في سويسرا لم تحتلني ولم تعمل لي شيء يعني في علاقاتي. أما المشكلة لديهم قصور ولديهم منازل ضخمة في أوروبا، في غرب في كل أنحاء أوروبا، وبالخصوص قصور في فرنسا، ويدعون هنا ويقولوا أنه الجزائر لا زالت تحت الاستعمار. وكيف يعني اللي قدمت الحماية أمس ما زالت تقدمه اليوم وما زالت تقدمها غدا بالنسبة لهذه الأمور. تكلم كذلك عن الجماجم. والله يا أسفاه، الجزائر لما طلعوا الخبراء إلى فرنسا وعملوا يعني تحاليل على بعض الجماجم واسترجعت، وهذا يعرفها العام والخاص والداني، ومسجلة بالصوت والصورة. وكذلك هناك كذلك نذكر هذا المغاربة أنه لديهم جماجم في المتاحف، ولم يقولوا ولا بكلمة واحدة نذهب لفرنسا لكي نطلع هل هناك جماجم مغربية أم لا. وكذلك نذكرهم بجمجمة يعني سلطانهم ومولاهم عبد الحفيظ الذي توفي في 37 وما زالت محتفظة بها فرنسا إلى اليوم. ما يقدروش يتكلموا هذو. وانت كذلك ما تقدرش تسأل المغاربة وتقول لهم أين هي جمجمة مولاكم عبد الحفيظ.
قال الجزائر يحكمها جنرالات. ما شاء الله. نحن عبد المجيد تبون متخرج من الإدارة الوطنية الجزائرية، وعمل منذ نشأته في الإدارات الجزائرية إلى أن وصل إلى رتبة يعني وزير، وتقلد عدة وظائف في الدولة، وبعدها رشحه الشعب الجزائري، وإذا أخطأ يعني يتكلم عنه الشعب الجزائري، وإذا أصيب يتكلم عنه الشعب الجزائري. أما الذي يعين نفسه يعني القائد القوات الأعلى العسكرية، ويعين نفسه الرياضي الأول والاقتصادي الأول وما ملكت إيمانهم الأول، يعني ما في واحد ثاني، لا يستطيعون أن يتكلموا. وأنا لدي الجرأة نقول لك أن هناك الملوك هم يلبسون اللبس العسكرية. من هو العسكري؟ هناك أكثر من 50 أو 70 جنرال إلى يومنا هذا. هناك جنرال الماء، هناك جنرال المحيط، هناك جنرال المواد الغذائية. والله يا أسعد أنا ممكن أستعد نبعث لك هذه التقارير اللي أنا أتكلم عليهم، ما نتكلمش من فراغ. كل جنرال في المغرب إلا ووظفت له مسؤولية لقطاع ما. كذلك تكلم وقال أن المرتزقة، يتكلم عن الصحراويين للأسف، يعني ولا منظمة حكومية دولية أو قارية وصفت بالشعب الصحراوي أنه مرتزق للأسف إلا الشعب المغربي. أنا نقول لك من هو المرتزق. المرتزق الذي يشتغل لدى دولة أجنبية لضرب مصالح أجنبية، وأكبر دليل ضرب اليمن وضرب الكونغو. في عيد التعريف هذا لو سمحت. المرتزق هو المرتزق الذي يوظفه، الذي دولة توظف الذي يعمل دولة أجنبية. نعم، لضرب كيان أجنبي. نعطيك الدليل. يعني مثل البوليزاريو. مثل البوليزاريو. لا 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 خليني أكفي لك ونرجع لك البوليزاريو. المغرب لما وظفتها السعودية والإمارات ودول الخليج لضرب اليمن، هذه معروفة العام والخاص. كذلك أمريكا توظف في المغرب لضرب إخواننا في الكونغو، وهذه معروفة لدى العام والقاسي، كما يدعى بين قوسين الأسد أو الأرنب الإفريقي. المرتزقة إخواننا الصحراويين معروفين لدى الأمم المتحدة، ويتناقشون في الأمم المتحدة، والمسؤولين الأمريكيين يزورونهم في تندوف، ولم يوصفوا يوما بالمرتزقة، بل يوصفون أنهم جبهة تحررية مسجلة لدى الأمم المتحدة. لا تستطيع لا أمريكا أن توصفهم بالمرتزقة، ولا بريطانيا التي تسكن فيها أن توصفهم بالمرتزقة، ولا فرنسا ولا غيرها. خليني أطرح لك سؤال لك مباشرة. هل الدول التي تمتلك الخروقات هنا وهناك وهناك؟ أبدا. الجزائر دائما تحت الشرعية الدولية، ولا دولة في العالم مسؤولة أنه تتكلم مع الجزائر منذ 75 أو قبل 75. كذلك تكلم وقال المغرب لم يغلق الحدود. يا أسفاه، سنة 94 إذا كانت عندهم دولة عريقة مضروبة 12 قرن في التاريخ، بما أنه دولة جارة وشقيقة ونتقاسم معهم الكثير، لماذا الملك الحسن الثاني لم يراسل الحكومة الجزائرية ويوضح النقاط على فرض التأشيرة؟ الذي فرض التأشيرة من دون علم السلطة الجزائرية هي المغرب، ونتحداه يعطيني عكس ما أقول. وكذلك لما جاء الرد أوكي، أنت طلبت الفيزا من دون مشاورتي، أنا لدي كذلك قرار، هو قرار غلق الحدود نهائيا حتى إلى يوم الدين إن شاء الله. كذلك يصف يقول أنه عطاف تباكى مع خديجة بن جنة. أنا أقول لك الحمد لله، عطاف جزائري وخديجة بن جنة جزائرية، ويتناقشون في الدول في الشؤون الخارجية، وانا اتحداهم ان محمد السادس يعمل مع صحفي، وخلينا نشوفوا العالم كله يتفرج ماذا يقول له الصحفي اذا اعطى له اسئله تعجيزيه لمحمد السادس ويجيب. انا اول جزائري العبد الضعيف لله ممكن اوجه رساله للحكومه الجزائريه، بالرغم انه انا لا اسوي شيء. طيب يا تبون، أنا معك إذا بما أنه ملك محمد السادس دائما يتباكى ويقول نحن نريد اليد الممدودة ونحن إخوة وتوأمان حقيقيا. أنا أقول لك يا تبون بما أني جزائري، لا ثواني خليني أكفي العبارة. بما أنه أنا جزائري وأمثل نفسي، أنا لست أمثل لا طرفا ولا شيء. يا عبد المجيد تبون، والله اعتبرني أنا مواطن جزائري، أوجه لك نداء.
اعمل خطاب مباشرة وقل له، بما انه يا محمد السادس تعمل لي دائما وتقول نصفي الماضي والحاضر، قل له يعمل لقاء ثنائي. والصحافة الدولية لا يوجد لا وزير خارجية لا جزائري ولا مغربي، يكون لقاء تلفازي حاضرة الأمم المتحدة وتصور اللقاء حتى نشوفوا مكانة تربية اللي أبا عن أب وجدا عن جد هم ملوك. آخر نقطة يقول أنه وصف في واحد المتدخل وصف أنه العدو الجزائر عدو كلاسيكي. أنا أرد بفمه أدينه. هناك مثل مغربي يقول اللي فيه القفز يقفز. اللي فيه الفز يقفز. من أدراه أن الجزائر كانت تقصد المغرب؟ هناك فرنسا، هناك دول أجنبية كذلك لدينا مشاكل معها، وهذا عادي يحدث في كل. أشكرك يا حلو، شكرا حلو، أنت حلو ومداخلتك حلوة. لا حد يفتح الميكروفونات لو سمحت. ماركو سد المايك. طبعا شوف، أنت وأعطيتك مو 5 دقائق 8 دقائق رغم أنك خارج الموضوع. شوف، دائما أنت خارج الموضوع وتغرد خارج السرب. لاحظ أنه هذه سمة رئيسية موجودة فيك، وأنا أتمنى في المداخلة السابقة وفي حضورك القادم أن تلتزم بالموضوع. أنا اليوم ما حبيت أقاطعك، ستقول قاطعني المروك ضغطوا عليه الفلوس أنا عارف الأسطوانة حقك. دائما أنت تخرج خارج الموضوع رغم أنه نقاشنا. كنت أتمنى اليوم تكلمنا على السيف والبرنوس والجثث اللي مدفونة في القاصر واستهتاركم بقيمة الإنسان وعائلة عبد القادر الجزائري والاستثمارات القطرية. ما تكلمت والو، وفضلت أنك تحرق مداخلتك في الردود على الناس. أنا سأحيلها إلى ولد العاصمة. لحظة اصبر. هو ذكر استرجاع الجماجم. انا اعتقد انه هذيك المره حصلت انا دونت كل شيء. انت دونت كل شيء، بس هو ذكر استرجاع الجماجم، وذكر ان هناك جماجم مغربيه بما فيها السلطان عبد الحفيظ. لحظه خليني اذكرك. وقال الجنرالات في المغرب تسيطر على قطاعات الاقتصاد ومعيشة الناس، يعني نفس اللي عندهم. وعرف تعريف جميل، قال أن المرتزق الذي يعمل لدولة أجنبية لزعزعات دولة أخرى. قلنا له البوليساريو ينطبق على البوليساريو، قال لا ينطبق على البوليساريو. وأيضا تكلم لماذا لا يقيم الملك محمد السادس حوارات كما تبون، ويتكلم في العدس والطماط والأرقان والزيت الزيتون. نعم يا أسعد. طيب أنا سأبدأ من حيث انتهى. أول شيء يا أسعد، الجماجم شوفوا ما زال موجود ولا مشى؟ لا، هو عنده الآن اتصال هاتفي رقم الحوالة. اسمعني. هو تكلم عن الجماجم وقال أنهم استرجعوها، وهذا كذب، لأن وزيرة الداخلية ووزيرة الآثار الفرنسية قالت في البرلمان الفرنسي الجماجم التي سلمت عددها 10 أو 20 فقط، يعني لمدة محددة يعملوا بها هكذا معارض في الجزائر ثم تعاد لفرنسا. والمعلومات والمعلومات التي سربت بأن هذه الجماجم. ليش دائما ينزل هذا الرجل يا أخي؟ ليش دائما يغادر؟ ما يستطيع، لأنه سيقاطع، لن يستطيع أن يصبر دون مقاطعة. طيب اتركني أسترسل. فهذه الجماجم أغلبها لقطاع طرق ولا علاقة لها بالمجاهدين. هذه أول نقطة. المولى عبد الحفيظ تخلى عن الحكم لأخيه محمد الخامس وذهب ليقيم في فرنسا، لديه قصر هناك وعاش حياته هناك ومات هناك ودفن هناك. عن أي جمجمة يتحدث الله أعلم. يعني هذا إنسان كان يقيم في هذا البلد مدة طويلة، أبناؤه أيضا له بعض إخوته أيضا يقيمون هناك، توفي هناك ودفن هناك. في المشكل يعني كما يدفن أي مغترب، كما يدفن أي مسلم في أوروبا. ليس يعني جمجمته ليست معروضة للمعارض ب5 أورو للزيارة وأخذ الصور. هذه نقطة. نقطة أخرى، استثمارات قطر في المغرب يا أسعد. لا، قال أن هناك جماجم مغربية معروضة. يأتي بالدليل. متحف الحياة معروف، هو متحف للمتاحف للجماجم الجزائرية تتفاخر بها حتى لا يدلس علينا. مسألة استثمارات قطر في المغرب يا أسعد تفوق استثمارات العربية السعودية واستثمارات الإمارات معا. قطر هي أول مستثمر خليجي في المغرب، واستثماراتها كتفوق 800 مليار دولار، حتى نكون يعني واضحين.
نعود، يعني أنا سجلت بعض النقاط. مسألة المديونية، يقول أنه يفتخر الأخ مو الجزائر ليس لها وفلس واحد مديونية. طيب أنا أسأله بالله عليك، لماذا رفضت دول مصنفة من أعلى الدول في نسب المديونية انضمامكم إلى منظمة البريكس؟ الصين المصنفة تاسعا عالميا في أكبر نسبة مديونية في العالم رفضت انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس، وقال لافروف أنه لا اقتصاد لكم. أمريكا هي الأولى في العالم في المديونية، تليها بريطانيا، ثم فرنسا، ثم ألبانيا، ثم اليابان، ثم هولندا، ثم إيطاليا، ثم إسبانيا، ثم الصين، ثم كندا. فهل الجزائر أفضل من كل هذه الدول؟ أنا أترك الإجابة لك يا أسعد. بالنسبة للدول العربية، أكبر نسبة مديونية هي عند العربية السعودية، ثم تليها مصر، ثم تليها السعودية عندها مديونية 245 مليار تقل. دولار. لا، ولكن أغنى دولة يا في أسعد، النقد هي يا أخي. ما عندي لا يا أسعد، فهمني يا أسعد، أنا فهمني يا أسعد. هذه المديونية ليس كما يفهمها هذا العقل الجزائري البسيط أن الشعب لا يجد المال فيستلف. لا، مثلا أنت تريد إقامة مشروع معين، لا تريد أن تنفق عليه من مالك الخاص. أيوة. تقول لهم مثلا أنا أريد إنشاء مدينة سياحية، أو مثلا خط للتي في مثلا، ولن أدفع فيه فلس واحد. تأتي أنت فرنسا، سأخذ منك قرض، تنجزي هذا المشروع، ومدة 20 سنة تأخذين 50% أو 50% أرباح لي. هذه ديون استثمارية. حتى أنا والله ما كنت فاهم هذا الموضوع. حلو انك نعم، هذه ديون استثمارية، ليست ديون لسد الخصاص أو مثلا لأن في مجاعة أو شيء من هذا القبيل. هذه ديون استثمارية، يعني الدول تستثمر، وأمريكا هي الأولى عالميا في هذا المجال. الجزائر ليس فيها اقتصاد، لذلك رفضت في البريكس، رفضتها، والمصيبة رفضتها الهند والبرازيل. البرازيل هي من رفضت انضمام الجزائر للبريكس. الدول لديها نسب مرتفعة من المديونية. إذا لما يقول المديونية شيء طبيعي، لا يوجد دين لا يوجد اقتصاد، لأن الجزائر يا أسعد دائما يردد الاقتصادي الجزائري بأنهم لا يوجد اقتصاد جزائري، دولة ريعية كتجبد البترول والغاز، تبيعه تشتري ما تأكل، وانتهى. هكذا وصفت خديجة، قالت الاقتصاد الريعي. نعم، هذا هو الوضع في إذن شيء طبيعي أن لا يكون هناك ديون. طيب، خلصنا مسألة المديونية. مسألة الفيزا، والله أنا أول واحد استفدت من حكاية المديونية هذه. نعم، الأخ مولود ربما داخلي يا أسعد. لا تقاطع. لا هذا عبد الله، هو عبد الله الروكة. لا حتى هذا لا يقاطعني، أنا من الرباط وهو من الشرقية أسعد. وبركاتي وأنت رباطي. نعم، لا حي الله عبد الله أستاذي. مسألة الفيزا يا أخي أسعد، في 2004 تم رفع الفيزا من طرف الجزائر والمغرب معا. سألت لماذا الناس بعد تفكيرات مراكش أنتم فرضتم. لا أتكلم عن الفيزا الآن، فتح المغرب بدون فيزا، لا أتكلم على قطع على وضع الفيزا، أتكلم عن رفع الفيزا. سألت لماذا الناس على الحدود ما دام بدون فيزا لا يسافرون. الذي يسكن في وجدة بينه وبين أخيه في الضفة الأخرى كيلومتر واحد أو أقل. لو أراد السفر إليه لابد أن يشد الرحال إلى الدار البيضاء، ليأخذ طائرة تذهب به حتى وهران، ثم يأخذ طائرة أخرى أو قطار يعود به حتى الحدود، ولما يريد العودة للمغرب نفس المسار. إذن هي كأنك مثلا نقول في اليمن تذهب حتى المغرب، تأخذ طائرة تأخذك للصين حتى تعود بك للسعودية، يعني هكذا. لذلك الأمر صعب جدا. أما مسألة الفيزا هي مرفوعة من الطرفين منذ مدة. هذه نقطة الفيزا أزلناها. الأخ قال أني توترت في مسألة إسرائيل، بل أنا تحديته. لا لحظة، هو ذكر أن هناك جنرالات مغاربة يسيطرون على عصب الاقتصاد المغربي. فليأتي بالدليل يا أسعد. هذا كان شوف، هذا كلام الجنرالات في الجزائر يسيطرون. لا علاقة للجنرالات المغاربة بالاقتصاد، ولا نعرف حتى أسماءهم في المغرب، لأن ما زالوا متكنات. ليس لدينا جنرالات يعني يضعون رؤساء أو يتحكمون في أرزاق العباد، وإن دعا ذلك نطالبه بأسمائهم وأسماء شركاتهم التي تتحكم في عصب الاقتصاد المغربي، وأنا أتحداه. المغاربة لا يعرفون إلا 4 أو 5 جنرالات، لأنهم كم باقي معك نقاط؟ باقي نقاط؟ باقي نقطتين فقط يا أسعد.
مسألة إسرائيل، أنا لم أتوتر في مسألة إسرائيل لأن الأمر كان واضحا. أنا تحديته أن يأتي بدليل بأن هناك تهديد من داخل المغرب. الرجل كل ما قال أن العلاقة بين إيران والجزائر هي علاقة يعني أصبحت يعني مقلقة. هذا هو كل ما قال. الآن قبل أن أختم يا أسعد، أنا أعود بك للذين سبوا وطلعوا للسقف وأقول لك يا أسعد، سبق أن سألتني وقلت لي أنتم مسؤولون عن صناعة بخروبة، لأن هذا الرجل إن كان خبيثا فهو صناعة مغربية. أنا عارف ماذا ستقول، أنت تحملني المسؤولية صح؟ لا اسكت. أنت أحملك المسؤولية لأن طليقتك التي أنجبت أطفال غير شرعيين عدي يا ولدي. هي من ترسلهم لها. لا اسمعني بارك الله فيك. والله ما تذكر، والله نتبرأ منهم. والله لا أذكر أحد باسمه، لا أذكر أحد باسمه، لا أذكر على أحد باسمه، لكن نحن نتبرأ منهم بالتلميح ولا بالتصريح أبدا. لا نتبرأ منهم يا أسعد، لا يحسبون علينا. قال لك لماذا الملك محمد السادس لا يجري لقاءات مباشرة مع الصحفيين؟ لا يحسبون على المغاربة هؤلاء الذين يسبون. أخي ما يحسبون عليكم، هذا شأنكم. صفوا خلاص. أما أنا لا تمرر على أحد أي إساءة عندي أرجوك. طيب محمد السادس لماذا الملك محمد السادس لا يجري لقاءات كما يفعلها تبون ويتكلم في كل شيء؟ أسعد، أنا أعلم بأن من تأتي مرة واحدة في الشهر هي الدولة الشهرية وليس لقاءات الرؤساء والملوك. هل بايدن يعقد مؤتمر شهري؟ هل الرئيس الفرنسي يعقد مؤتمر شهري؟ هل رئيس أعطيني رئيس أي دولة أو ملك، أنا أشكرك. فما بالك بالملوك؟ لدينا وزراء قائمين على الوضع، يعني يظهرون في البرلمان كل أسبوع، يقومون بالتصريحات. لدينا رئيس وزراء يظهر في الشاشة رغم أننا نبغضه في الله واعتدى علينا بارتفاع الأسعار وكل شيء، لكن لدينا مسؤولين، كل مسؤول عن قطاع. ما عندناش رئيس فارغ متفرغ لا يعرف شيء ما يفعله فيصعد كل مرة على الشاشة ليخطب على الناس. طيب أشكرك. بالإضافة إلى هذا يا أخي أسعد، أن الملك محمد السادس يتميز بهذه الخصلة أو الخصلة. ما هي؟ يتكلم قليلا ويعمل كثيرا. أيوة، هذا رد جيد، هذا رد ممتاز. ثم إن خطاباته حتى في البرلمان ومنذ سنوات لا تتجاوز 10 دقائق. لماذا؟ لأن لدينا دولة المؤسسات، لدينا البرلمان بغرفتين، لدينا المجالس، لدينا الأحزاب، لدينا كذا، عكس الرئيس تبون خطاب عمره ساعة و43 دقائق وكله كذب وضحك على الشعب. يا أخي أسعد، السؤال أتدري لماذا قال؟ أتدري لماذا قال؟ بدأ ما تقدر توقفها. دعني يا أخي العاصمة. أتدري أخطأت في مسألة مولاي عبد الحفيظ أخي أسعد. هو مدفون في فاس. نعم هذا هو. نعم. أتدري يا أخي أسعد لماذا شنقريحة وصف المغرب بالعدو الكلاسيكي عقب صعوده إلى قمة الجيش؟ لأنه له عقدة مع الجيش المغربي الذي أسره في حرب مغالة 1976 ومعه 300 جندي، ومن بك أسره الجامعة العربية عندما أرسل السادات حسني مبارك إلى المغرب فشفع فيه. ثم قضية أخرى فقط يا أخي أسعد، قضية أخرى فقط وهي مهمة. أولا إغلاق الحدود 1994. الملك الحسن الثاني أغلق الحدود 1994 لأن كانت هناك تفجيرات إرهابية قادمة من الجزائر. كان للجزائر دور في الأحداث أطلس أسني في مراكش. ثم قضية أخرى الذي قال مرتزقة البوليزاريو. نعم نسميه مرتزقة البوليزاريو لأن الجزائر جمعتهم من كل الحثالات، من كل الأوساخ، جمعتهم من ليبيا، جمعتهم من صحراء الجزائر، ثم الذين غرر بهم
وكانوا أبناء إخوتنا في الصحراء. ثم التقرير الأخير للأمم المتحدة، لأن المغرب لا يطرح الصحراء للنقاش، لأن المغرب الآن مسيطر سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وفي الطريق إن تمادت الجزائر في غيها وضلالها والمرتزقة سيعود إلى المحبس وإلى بير الحلو. اوكي انا معي صوت الحق ورمزي لم يتحدثوا بعد، اتركهم ثم الروكان ثم الاخ مو بنرجع. هذا دوري اخويا اسعد، هذا دوري. اخوالك المغاربه بيزعلوا منك اخوالك. لا حبيت نوضح واحد النقطه برك ونعاود نستنى الدور ثاني. بس انت قد تكلمت من قبل يا اخي وفي ناس ما تكلموش خالص. لا دوري اخويا اسعد. طيب صوتك بعيد انت. لا ذاك تسمع فيا. لا ما اسمعك. لا ضعيف يا جماعه. ولا كيف لمجود قرآن أن يفتخر بأمريكا؟ أنا والله غير مستغرب أقسم بالله. كيف قنابل كل اللي تمشي على غزة هي من أمريكا ويفتخر بأمريكا؟ أقسم بالله هذا الناس وين افتخر؟ متى افتخر؟ يقول لك احنا مدعمتنا أمريكا وإحنا قوة أمريكا وهي كل قنابل غزة لأمريكا. عيب عليك أنت مجود قرآن، عيب عليك. طيب أنتم كنتوا أيضا مع روسيا وروسيا تقصف سوريا، وإيش المشكلة؟ زبالة وإحنا تقولوا المغربية أحسن. أنتم تزودون إسرائيل بالبترول والغاز على مدار سنوات، تزودون إسرائيل بالبترول والغاز. أوكي اسكت. خلي يكمل يا أخي مولود، خلي يكمل. وأنت راك تقول بلي أنتم أحسن دولة وأنتم تقولوا إحنا مفتخرين وأمريكا مدعمتنا وهم وأنتم مدعمين. يا مو خليني نكمل من فضلك. أيوة أنا سأتركك تتكلم، بس يبدو أنك ستنام الليلة في الشارع. أنا نبات في الشارع. عيب عليك. عيب عليك. أنا أحترمك خويا أسعد. لا أنا أمزح معك. أنت نحترمك فوق عيب. لا أمزح معك، أقصد يعني الأخت المغربية ربما تغضب. لا ما تدخل أنت اسمعني، ما تدخل أمور الدار في واسمه. حاضر أنا آسف. واحد يفتخر يقول لك أمريكا كل قنابل لما خلصت القنابل تاع إسرائيل يقول لك تاخذ من أمريكا. المارينز راهو في أمريكا يحارب إخوتنا الغزاويين في حماس، يجي يقول لك أنا أمريكا. عيب.